الصينية دي بقت سبب مشاكل في كل بيت. يعني هو أنا لو مش حطيت العصير على صينية أبقى قليلة الذوق؟ وليه لما ماما تدخل بالصينية الكل يسكت ويبتسم كأنها داخلة بالكنافة مش بالشاي؟ والأخطر من الصينية نفسها هو اللي بيشيلها. ليه دايماً الأصغر هو اللي يلبس الغلط؟ إيه اللي يخلي صينية التقديم تتحول لسلاح دمار شامل لو وقعت؟ مش المفروض تبقى للحب مش للحرب؟ هل الصينية اختبار رسمي للأنوثة ولا هي مادة أساسية في مدرسة الحياة؟ وليه الصواني بقت بتعبر عن الطبقة الاجتماعية؟ ده في ناس عندها صواني شكل صاروخ وفي ناس شغالة بصينية ألومنيوم من التسعينات. زمان لما كانت العروسة بتتجوز أول حاجة يجهزوها الصواني. والله كانت رمز الاحترام والكرم. بس بين الجد والهزار الصينية فضلت رمز في كل بيت من زمان لحد دلوقتي. هي اللي بتجمعنا حوالين حاجة حلوة. وعشان تخلي كل تقديم ليكي ليه طابع خاص اختاري صينية تليق بذوقك. من مودرن لهاند ميد لعربية تقليدية، الصواني مش بس أداة، دي بصمتك في كل عزومة.